السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها الأخوات أيها الإخوة، في هذا الفيديو هذا غادي نتطرق لواحد الموضوع مهم يربط بين الجزائر والمغرب. فالعلاقة بين المغرب والجزائر فهي شبيهة بتلك التي نجدها بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. الفرق هو أن كوريا الشمالية فهي منغلقة على نفسها وتعيش حياتها، وكوريا الجنوبية تعيش حياة مستقلة عن الأخرى أيضا، إلا أن اقتصادها متطور. بينما العلاقات بين المغرب والجزائر فهي وصلت إلى مستوى نسائي، مستوى عراك شفوي بين صديقين أخوين تجمعهما العروبة، تجمعهما المصاهرة، الدم والأخوة والعلاقات الطيبة التي كانت تجمع الشعبين. إلا أن الخصم أو المستعمر لا يرغب في أن تكون العلاقة حميمية بين الدولتين الشقيقتين، وذلك لاستغلالهما واستغلال خيراتهما. سقط النظام الجزائري في الفخ، حيث أصبح يبيع نفسه رخيصا ويسخر خيرات ذلك الشعب العزيز لصالح فرنسا وأوروبا ودول أخرى لشراء الدمام، على اعتبار أن مشكل الصحراء أصبح عقدة لدى الجزائريين. إن النظام العسكري شتت الجزائر، شتت أفكار الجزائريين، بحيث أننا نعاين أن التربية التي تربى عليها الشعب فهي تعادي الشعب المغربي. فحتى الطبقة المثقفة لم نعد نرى لها أثرا داخل النظام الجزائري، فهي غائبة. وإن ظهر شخص ما فإنه يذهب إلى السجن لأنه نظام ديكتاتوري. فماذا تنتظر من نظام عسكري متحكم متعجرف عمره 90 سنة أو 80 سنة، فهو أصبح متلاشيا، أفكاره متجاوزة. وما دامت أفكاره متجاوزة فكيف له أن يكون شابا طموحا مثقفا؟ وكيف يمكن أن نفسر أن الخيرات التي تتوفر عليها الجزائر والمساحة الشاسعة التي تتوفر عليها الجزائر والاقتصاد الهش الذي لها، فهذه مأساة. فشعب يعيش الطوابير، طوابير الحليب، طوابير الزيت، طوابير حتى قنينات الغاز. هذه مأساة حقيقية، مأساة حقيقية. أنا أتألم كثيرا لما أشاهد أن المواطن الجزائري لا يجد ما يقتات به، ما يعيش به. فهذا عار. فأنتم
تعطونا البترول، تعطونا الغاز بالمجان إلى الأوروبيين مقابل اعترافهم بقوتكم، وتعتقدون أنكم قوة ضاربة في جميع القطاعات. فلما يتكلم تبون أو شنقريحة الذي لم نسمع ولا مستوى له، فهؤلاء الأشخاص الذين يتحكمون في الجزائر أصبحوا أضحوكة العالم. فالعالم بأكمله أصبح يضحك على الجزائر وعلى الجزائريين. فالشعب أصبح تائها، والإعلام تائها وكذابا ومنافقا وغير متحرر. فإذا رجعتم إلى المغرب، فإن المغرب تقوى بطاقته البشرية وبخيراته وبملكه وبشعبه، لأننا أصبحنا كتلة واحدة، وأصبحنا نعمل بجد، وأصبح لنا شعب مثقف واقتصاد مهيكل، وأصبحنا نضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. فأينما أدرتم رؤوسكم إلا وتجدون شخصا يضربكم بالضربة القاضية. في المجال الرياضي فأنتم تتنافسون مع فوزي القجع، أما في الخارجية فتركناكم مع بوزريوطة كما تسمونه، وهو الأستاذ بوريطة الذي يتكلم 11 لغة. أما في الأمم المتحدة فإننا تركنا لكم إنسانا له تاريخ، السيد هلال. أما الصناعة والتجارة والبنيات التحتية فحدث ولا حرج. إننا لا نعيش الطوابير التي تعيشونها. فالمواطن المغربي مواطن صالح، مواطن نظيف، مواطن متمكن متحكم، يعرف ما يفعل، تربى تربية حسنة، وكل ما يبحث عليه فهو داخل هذا البلد العظيم. إذن أتمنى أن يستفيق الشعب الجزائري، وأن يستفيق النظام العسكري، ويترك الأمور تسيرها المجتمع المدني وليس المجتمع العسكري. فالنظام العسكري فهو فاشل، والدليل على فشله هو أن شنقريحة أصبح بمثابة فأر لدى أسياده في فرنسا وفي إيطاليا. ولاحظوا تبون لما استقبل وزيرة خارجية إيطاليا أو رئيسة إيطاليا جورجيا، أبان عن كبته وخبثه، فقد ظهر وكأنه إنسان مكبوت يريد أن يتصيد تلك الإنسانة التي جاءت لتأخذ الغاز بطريقة مجانية، وقد تمكنت من ذلك وضحكت على تبون وعلى الجزائر. أتمنى كل الخير
للجزائر والجزائريين، وأتمنى أن نتصالح ونتوافق وأن نتفق بيننا، لأننا شعب واحد وقد كنا وطنا واحدا، وبإمكاننا أن نتقوى إذا ما فكرنا بجد في فتح الحدود وفتح الآفاق المستقبلية للأجيال القادمة. الصلح فيه خير والحرب فيه شر وأذى للمجتمع. فلا تعتقدوا أن الجزائر ستربح الحرب أو المغرب سيربح الحرب. كلنا نكون عرضة للدمار، والدمار يشمل المنطقة بأكملها، وفشل العسكر سوف يرمي به في هذه الهاوية، لأن المشاكل التي تتفاقم فهي تدفع النظام العسكري إلى شن حرب على المغرب، والمغرب لا يستعان به، فهو مستعد لجميع الأشياء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، في هذا الفيديو هذا غادي نتطرق لواحد الموضوع مهم يربط بين الجزائر والمغرب. فالعلاقة بين المغرب والجزائر فهي شبيهة بتلك التي نجدها بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. الفرق هو أن كوريا الشمالية فهي منغلقة على نفسها وتعيش حياتها، وكوريا الجنوبية تعيش حياة مستقلة عن الأخرى أيضا، إلا أن اقتصادها متطور. بينما العلاقات بين المغرب والجزائر فهي وصلت إلى مستوى نسائي، مستوى عراك شفوي بين صديقين أخوين تجمعهما العروبة، تجمعهما المصاهرة، الدم والأخوة والعلاقات الطيبة التي كانت تجمع الشعبين. إلا أن الخصم أو المستعمر لا يرغب في أن تكون العلاقة حميمية بين الدولتين الشقيقتين، وذلك لاستغلالهما واستغلال خيراتهما. سقط النظام الجزائري في الفخ، حيث أصبح يبيع نفسه رخيصا ويسخر خيرات ذلك الشعب العزيز لصالح فرنسا وأوروبا ودول أخرى لشراء الدمام، على اعتبار أن مشكل الصحراء أصبح عقدة لدى الجزائريين. إن نظام العسكر شتت الجزائر، شتت أفكار الجزائريين، بحيث أننا نعاين أن التربية التي تربى عليها الشعب فهي تعادي الشعب المغربي، فحتى الطبقة المثقفة لم نعد نرى لها أثرا داخل النظام الجزائري، فهي غائبة. وإن ظهر شخص ما فإنه يذهب إلى السجن، لأنه نظام ديكتاتوري. فماذا تنتظر